السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لو عايزة الفراخ بتاعتك تبشر بالبيض بدري، والفراخ البلدي أو أي نوع يعني فراخ للبيض، لو عايزاها كده ايه كمان وزنها يكون ما شاء الله على عمر ال3 شهور كده، تبتدي ان هي تبيض معاكي. فهتعملي الخلطة اللي هنشوفها في الفيديو ده ان شاء الله. وكمان ازاي تعرفي بقى ان البط او الفراخ يعني على وش بيض. ايه العلامات اللي بتعرفي منها ان الفراخ هتبيض؟ هنشوف ده ان شاء الله. بس يا ريت كده تحطوا لايك للفيديو، علشان اللايك ده طبعا هو اللي بيرفع من الفيديو، بيوصله لكل الناس المهتمية بتربية الفراخ او البط. طبعا ما شاء الله، دي الفراخ البلدي الحر والفراخ البلدي الهجين مع بعض. فما شاء الله يعني اهم حاجة طبعا علشان فراخك تبيض على طول التأسيس. مرحلة التأسيس مهمة جدا ليهم، انك انت تأسسيهم بطريقة صح. فهيبتدوا ان هم على عمر من اول لما الفرخة تجيب معاك ال4 شهور هتلاقيها ابتدت ان هي تبيض كل يوم، وما تقطعش من البيض خالص. وتديكي انتاج يوميا بيض من غير اي مشاكل. طبعا احنا كده في الشتاء، فالطيور بتاكل اكتر من الصيف. فاي حاجة انت هتحطها للطيور بتاكلها، والاوزان بتبان عليها بسرعة جدا عن الصيف. فطبعا ما شاء الله يعني هنبتدي كده ان احنا نجهز الخلطة بتاعتنا. والخلطة دي طبعا للناس اللي هي عايزة تأسس فراخ للبيض، او بط كمان للبط ان هو يبيض برضو، تعمل نفس الخلطة. طبعا اهم حاجة التنوع في الخلطات اللي انت بتعملها للطيور والاكل. ده بيكون مهم جدا ليهم. طبعا هنبتدي كده ان احنا نجهز الخلطة بتاعتنا، حتى لو كانت هتكون يعني مكلفة شوية، لكن هي دي اهم مرحلة في تأسيس الطيور. من اول لما هيبتدوا ان هم يبتدوا ان هم يقربوا على وش بيض كده هتعملي كده. ده طبعا علف 23%، ممكن تحط نسبتين علف 21% مع 23، علشان نسبة البروتين تكون عالية. وكمان الحت الفول اللي هو بتاع الطيور، اللي بيكون الفول المجروش الناعم علشان يعرفوا ان هم ياكلوه. وده طبعا العيش اللي هيتوفر عندك. ولو مش متوفر هتضطر انك انت تشتري لهم العيش، لان تربية الطيور اساسها ان هم ياكلوا عيش. فده فيه خميرة فبيزود في الوزن بسرعة جدا جدا مع الفول مع العلف. الخلطة دي حلوة جدا وكفيلة ان هي تأسس البط او الفراخ من عمر ال3 شهور كده، ان هم يبيضوا معاكي. طبعا الفول ناعم فهم ايه بيعرفوا ان هم ياكلوه. الخلطة دي لو انت هتحطها بقى في علافات، فهتحطي الخلطة على الناشف كده مفيش منها اي مشكلة، علشان الاكل ما يقفش كده في العلاف. انما لو انت هتحطها بقى في اطباق كده او في علب الطيور هتاكل منها، علشان ما يبعتروهاش. فلو العيش ناشف هتقدري انك انت تنسميه يعني بسنة مية بسيطة جدا، يعني يا دوبك تنسيمة كده بسيطة خالص، علشان ما يبهدلوهاش كده على الارضية. انما لو انت بقى عندك العيش اللي هو بيكون بايت وتقدري انك انت تفركيه كده وتنعميه بايدك، فهتحطيها بقى كده على الناشف. وكمان كان معايا كمان مع الخلطة دي شوية دشيشة اللي هي دشيشة صفرا وسط. فبرضو ايه الخلطة دي ما شاء الله كده ببتدي بقى ان انا بقلبها كلها مع بعضها كده. ودي مغذية جدا للطيور وبتأسسهم كده للبيض، ان هم لما يبيضوا معاكي يبتدوا ان هم يدوكي انتاج من البيض عالي، ما يكونش فيه اي مشاكل، ولا الفراخ تفترس بعض، ولا الفراخ تبيض معاكي ايام وتقطع ايام، ولا تبيض البيض اللي هو الطري. فهي دي مرحلة التأسيس الصح، انك انت تغذي الطيور بتاعتك علشان لما ينتجوا يدوك انتاج صح، سواء بط او فراخ ايا كان. فما شاء الله يعني
طبعا الكمية على قد الطيور، كل واحد بيعمل على قد الطيور اللي عنده. عندك طيور كتيرة فبتزودي من الخلطة، ممكن تعملها كده كمية وتشيلها عندك في اي برميل او في شكارة، كلها على الناشف، وتاخدي كل يوم منها شوية وتحطها للطيور مع شوية خضار. عندك احنا في الشتاء والخضار كتير جدا، تقدري انك انت تخرطي لهم برضو البصل الاخضر، الكرات الاخضر، الجرجير، البقدونس، الحاجات دي خلطات موفرة، وفي نفس الوقت برضو مغذية وفيها نسبة املاح وفيتامينات وكل حاجة. طبعا احنا هنحط لهم بقى الخلطة دي، فما شاء الله على اول اليوم كده بتغذي الطيور وبتدفيهم. الطيور في الشتاء بتحتاج الاكل علشان لما بياكلوا بتلاقيهم كده دفيانين. واهم حاجة طبعا المكان يكون داخله شمس ولو بنسبة كده بسيطة، المكان يكون برضو دافي، ما يكونش فيه تيار هواء يدخل للطيور ويأثر عليهم. والمية باستمرار، تحط لهم مية نظيفة. وكمان المية ما تسيبيش المية كده قدام الطيور فترات طويلة، اول باول كده تغسلي العلافات والسقايات وتنضفي تحت الطيور، فهو ده اللي بيخليهم يكبروا ويزيدوا في الوزن معاكي. طبعا ازاي بقى تعرفي ان الفرخة قربت تبيض؟ بتلاقي الفرخة كده فاتحة للبيض والعنقود بتاعها بيكون لونه احمر كده وظهر خلاص، سواء الديوك او البرابر. وبتلاقي الفراخ كبرت كده والشح احمر وظهر عليها كده ايه، ان هي خلاص هتبيض معاكي. بتلاقي الفرخة كمان تقلت معاكي عن الاول. فما شاء الله بسم الله ما شاء الله، فراخ البلد الحر والفراخ الهجين في انتاج البيض بتكون حلوة جدا. وطبعا معاهم البط الخليط برضو بياكل من نفس الخلطة، فدي خلطة يعني بتأسسهم للبيض. وفي نفس الوقت لو انت هتذبحي منهم لحمهم بيكون ناشف، مفيش اي ريش من اللي هو الصغير ده. وفي نفس الوقت ايه بتديك اوزان حلوة بسم الله ما شاء الله. طبعا اهم حاجة في تربية الطيور التغذية الصحيحة، والمكان اللي انت بتحطي فيه الطيور بتاعتك ما شاء الله يكون المكان داخله زي ما انتم شايفين كده، داخله شمس كده ايه علشان تشد وتقوي عظام الطيور. آه، و آه، وباستمرار طبعا النظافة والتهوية كمان، فهو ده اللي بيخليهم يزيدوا في الوزن ويدوك انتاج دايم عندك سنين وسنين. يا ريت لو انتوا لسه موجودين كده معايا تعملوا لايك للفيديو. حبيت ان انا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.